السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تونة في المطبخ وتوت علي على الفيس. ووصفتنا النهاردة هتكون فراخ مشوية في الفرن. ونصلي على رسول الله. هنجيبوا الكبة بتاعتنا، نحط بصلاية كبيرة وطماطماية ومعلقة صلصة، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وجنزبيل وزعتر، اي حاجة انتوا عايزينها. وهنحط معلقة كبيرة من خل التفاح زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنحطها في طبق كبير عشان نقدر نخلط الفراخ بيها. ندلك الفراخ كده زي ما انتوا شايفين، من جوه ومن بره. ايوه كده. وهنحطها على الاقل في التتبيله دي ساعه. وبعد كده نجيب صينيه وفيها بصل حلقات، نحط ملح وفلفل اسود بس. وبعد كده نرصص الفراخ زي ما انتوا شايفين، وباقي الخلطه هنحطها فوق منها. وبعد كده هنجيبه معلقتين زيت كبيره ونحطهم فوق منها، ونغطيها بورق زبده وورق ألمونيا. بصوا يا جماعه، اللي عنده شويه شوربه ما يكبهاش ولا يرميها. انا بحطها في الفريزر عشان بحتاجها في وقت انا ممكن ما كنتش عامله فيه اكل فيه شوربه، وانا بحتاجها النهارده. احتاجناها ان احنا نعمل ملوخيه، فدي بنحتاجوها دايما على طول في البيت. نحطها في الفريزر ونستخدمها. هنلف كده الصينيه وندخلها الفرن. والشوربه هنطلعها ونحط عليها معلقه صلصه، وهنحط عليها معلقه توم وشويه كزبره، ونحطها على النار تغلي زي ما انتم شايفين كده. بصوا الفراخ لما طلعت تحفة مشوية وريحتها خطيرة. وادي الرز بتاعنا. وبعد كده أول ما تغلي هنحط عليها على طول الملوخية. بصوا، في يا جماعة ناس يعني يا رب يكونوا سامعيني أو يشوفوني، طلعت الملوخية لونها أورنج. معرفش طلعتها ازاي أورنج، بس أنا بقول لهم أهو الملوخية قدام عينيكم طلعت خضرة. طلعت خضرة وزي الفل، يا رب يسمعوني بس. وبعد كده هنحط معلقتين كبار من التوم في حبة زيت وحتتين زبدة. اول ما تتحمر شويه هنحط فوق منها على طول الكزبره. واسمعوا بقى الطشه وجمالها، بصوا مزيكا ولا الريحه خطيره خطيره خطيره. بجد مش هتندموا ان انتوا تعملوا كده. وادي الاكل بتاعنا. ايه رايكم؟ ادي الملوخيه والرز، وادي الفراخ، فراخ مشويه بجد. هتعجبكم جدا، جربوها على ضمانتي. ودي كانت وصفتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.